السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وبارك عليه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ان شاء الله مع بعض محشي كرنب بكل تفاصيله وبكل تكاته. شتا يعني ايه؟ يعني محشي كرنب، يعني حلة المحشي كده اللي تدفينا وتقوينا. واللهم صل وبارك. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. اهم حاجه اول حاجه لما نيجي نشتري نعمل المحشي، ندور نشتري الكرومبه، تكون كرومبه حلوه كده وورقها حلو وتكون خفيفه، وتضغطي عليها من فوق كده، تكون بتضغطي عليها كده على بطنها كده، تكون ايه الورق بتاعها طري، يعني معنى كده ان ورقها خفيف وحلو. تمام. بعد كده هنبتدي نقطع الكرومبه، هنشيل طبق الورق اللي بيبقى الكتير والجدر بتاع الكرومبه اللي فوق دوت، وبعد كده نبتدي نشيل القلب. هنشيل القلب بالراحة كده بالسكينة، هيطلع ان شاء الله بكل سهولة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك. اهي طلع القلب. بعد كده هنيجي نسلق الكرنب. لازم ايه؟ لا اما هنسلق الكرنبة مرة واحدة او نقطع منها الورق لحد ما يجي على مقاس الحلة اللي انت حطاها. وفي المية بتاعتنا هنحط كمون، ما نحطش ملح عشان الملح بيجلد الورق. لو انت ما بتعرفيش هتحطي الكرنبة كلها، هتاخدي كم ورقة كم ورقة وتسلقيهم. عرفتي هتشيلي كم ورقة تسلقيهم، بعد كده هتحطي الكرنبة في الحلة. لو صعب عليكي هتاخدي كام ورقه كام ورقه لحد ما تخلصي الكرنب. بعد كده هتسيبي الكرنبه كده دقيقتين، حوالي 3 4 ثواني. واللي تقدري تفصليه الورق تفصليه عشان ايه؟ الورق ما يتهريش. الورق اللي تتفصل شيليه على طول، وهنقلب الكرنبه بقى هتلاقي الورق يطلع بسهوله. وهتحطي الورق على بعضه لان بناخده بسرعه بسرعه، فمش هنخليه يتهري. لو اتهرى مش هتعرفي تحشيه. هو يتحط على بعضه كده، مع السخونه هيستوي. وبعد كده لو لقيتيه بقى سخن قوي، ممكن بقى تجيبي له شويه ميه وتبرديه. بعد كده بقى هنقطعه بطريقه سهله جدا وبسيطه. بتجيبي كل ورقتين على بعض، او 3 ورقات او 4 ورقات. بس انا بسهل لك عليك الفيديو ان انا بحط لك ورقتين على بعض. وتقطعي بالسكينه العروق بتاعته. العروق دي طبعا مش هنرميها، اقول لكم في الاخر هنعمل فيها واحنا بنحشي. قبل ما نحشي المحشي اقول لكم هنعمل بيها ايه، لان مهمه جدا طبعا. وبعد كده دي اسهل طريقه، ممكن خلال ربع ساعه تقطعي الكرومبه كلها بالطريقه دي. هتمسكي بقى تلفي الورق ده اللي احنا مع بعضه كده، هتلفيه. وبعد كده ايه؟ تقسمي ايه؟ مرتين، وتروحي قسمه بقى الورق ايه؟ ادي ايه؟ على 2 او على 3. انا بحب الورق صغير فقسمته على 3، لو انت بتحبيه كبير هتقسميه على 2. وبعد كده بقى تفردي الورق بقى كله على بعضه عشان تقطعيه مره واحده. ما تفرديش بقى ورق ورق وتقطعي ورق ورق كده، مش هتنجزي. لكن احنا ايه؟ تفردي الورق كله كده، كله على بعضه، وبعد كده تقطعيه مره واحده. هتمسكي بقى ورقتين ورقتين 3 4 ورقات على بعض بنفس الطريقه. هتلاقي الكرومبه ان شاء الله بفضل الله ربع ساعه وخلصت معاكي. ومفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. تمام. بس اهو هنكمل عليها الورق كله اللي معانا اللي قطعناه من الورقتين. وهنيجي هنقطعهم مثلا على 3. وهي ما شاء الله كمية تطلع الكرومبة ما شاء الله خدت كيلو الرز اللي انا قدرته ليها، لان دي كرومبية متوسطة. لو كرومبية اصغر من كده مش هتاخد الكمية دي، كرومبية متوسطة. بعد كده بقى هنعمل التخديعة بتاعت المحشي بتاعنا. عايزين بس 3 4 بصلات كبار كده. عايزين كيلو رز مغسول اللي هو ما يعادل 4 كوبايات ونص رز. 4 مجات ونص. وربطتين شبت وربطة كزبرة وربطة بقدونس. محشي كرنب يعني كمون وشبت، أهم حاجة الشبت فبنحطه ضعف الكزبرة والبقدونس. وبولة صلصة أو بولة ونص. واللي ما عندوش صلصة، لو ما عندوش صلصة هيستخدم ايه؟ كيلو أو كيلو وربع طماطم على الكرنباية دي، يعصرهم في الخلاط. هنجيب كوباية زيت، هناخد نصها واحنا بنعمل نحمر البصلة، ونصها هنحطها على الرز ني. قبل واحنا بنحشي. فهناخد تلتين البصل دوت، وهنشيل التلت بتاعه هنحطه على الرز بردك ني. اهو ده التلت، والتلتين هنصفرهم مش هنحمرهم. هنحمرهم. بعد كده هنحط الصلصة بتاعتنا. اول ما يصفر كده، ما تحمريش التقليه، ما تحمرهاش، يا دوبك هو اصفر اهو ما شاء الله. هتبتدي تحطي بقى صلصه الطماطم دي. اللي مشافش فيديو الصلصه بتاعتنا يرجع له ويشوفه.
احنا هنحط هنا حوالي بولة ونص. لو ما عندكيش بقى طماطم مخزناها او كده في الفريزر او كده، فهتحطي ايه، هتعصري الطماطم حوالي كيلو طماطم وكيلو ربع. التوابل بتاعتنا معلقه كزبره، معلقه كمون، نص معلقه فلفل. لو انت عايزه المحشي بتاعك حراق او سبايسي فهتحطي له نص معلقه شطه او معلقه حسب ما انت عايزه. لكن لو ما بتحبيش زينا كده فهتعملي كده، بصل هتحطي له شويه ميه تسبك فيه عشان دي صلصه، وهتاخدي معلقتين من التخديعه ديت هتشركنيهم دلوقتي عشان احنا هنعوزهم ايه لما نيجي نعمل الشوربه في الاخر. هتحطي معلقه ملح او اللي انت الملح اللي بيناسبك، وهتحطي معلقه ملح كبيره ومعلقه سكر صغيره عشان ما يجيلناش حموضه من الصلصه او من الطماطم اللي احنا حاطينها. هنجيب الخضره بتاعتنا اللي احنا قطعناها ما تكونش فيها عروق، قطعناها ورق بس، ربطتين شبت زي ما قلنا، وربطه كزبره وربطه بقدونس. الشبت ضعف الكزبره والبقدونس، اهم حاجه في محشي الكرنب الشبت. ونقلبه مع بعض بحيث ان يشرب منه كويس، الشبت يشرب من الصلصه. نجيب الرز بتاعنا اللي احنا قلنا غسلينه كويس جدا، وهنحط نص كوبايه الزيت، وهنحط تلت كميه البصل اللي احنا قلنا عليها. وكمان هنجيب نص ليمونه نعصرها عشان ما يحصلناش انتفاخات من محشي الكرنب بقدر المستطاع. تمام. نص ليمونه دي بردك تركه خدوا بالكم منها، مش هتدي مزازه خالص. وبعدين هنحط بقى التسبيكه بتاعتنا، اللهم صل وبارك، بسم الله ما شاء الله. هي مظبوطه على الكميه بتاعتنا. يعني كتر الصلصه بردك لما تعملي صلصه جامده قوي في المحشي كرنب بيعمل لك حموضه وكده. هنبتدي بقى نحشي الورق بتاعنا. قبل ما نحشي الورق بتاعنا بنكون مجهزين الحله المناسبه لحشي الكرنبايه بتاعتنا، ونجيب بقى العروق اللي انا قلت لكم هنشيلها هنعمل بيها ايه، دي هنحطها تحت كده، لان لو حطينا الورق الكرنب هيتحرق مننا وبيستوي، لكن العروق بتبقى تخينه، فهترصيها كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. وتبتدي بقى نحشي الكرنب بتاعنا. بنحط الرز في نص الورقه، ما نحطش في الاطراف عشان ما يطلعش من الورقه، ونلف بالراحه ما نضغطش عشان الرز بتاعنا يستوي، وتبقى الورقه ايه فيها تهويه بسيطه كده عشان الرزيه بتاعتنا تتنفس وتستوي كويس. ونمسح الرز من على الورقه بتاعتنا عشان ما ينزلش في الحله. تمام. هنشوف ورقه كمان. هي هنجيب بقى ورقه، احنا المحشي بتاعي طبعا الورق بتاعي كله صغير. انتي لو حبيتي تكبريه كبريه براحتك. بردك هتحطي في نص الورق الرز وتقفلي بقى بالراحه كده من اهي بالراحه، ما تكونش مضغوطه زي ما قلت لكم، وتمسحي الرز من بره. مش مضغوطه ليه؟ عشان المحشي الرز يستوي من جوه ويملى الورقه بقى اللي انت سايباها متهويه شويه. اهو الرصه هتبقى بالمنظر دوت، وهتكملي الحله لحد ما تكمل. بعد كده لو ما عنديش شوربه هعمل ايه؟ هعمل شوربه انا بقى. هجيب ميه سخنه واحط عليها الصلصه، معلقتين الصلصه اللي انا شلتهم، ومعلقه سمنه بلدي او اي سمنه عندك، وتبتدي بقى تسقي المحشي بتاعك وتهزي الحله شويه. يمكن الصوره دي ما جاتش وانا بهز الحله عشان الشوربه تنزل تحت في المحشي من تحت وتخش كده فيه، ونعرف الميه الشوربه بتاعتنا المظبوطه. تمام. هتحطي لحد ما يجي الشوربه بتاعتك لحد اول محشيه فوق خالص كده تظهر الشوربه بتاعتنا، يبقى كده تمام. هنحط عندها غطا كده خفيف او طبق اي حاجه، وتحطيه وتغطي الحله. هتعلي عليها النار، اول ما تغلي هتوطي النار. اهو المحشي بتاعنا هيستوي على نار هاديه خالص زي الشمعه بعد ما الميه تغلي، لان شوربته مظبوطه. لو حسيتي في النص وهو بيستوي ان هو محتاج شويه شوربه ولا حاجه، هتضيفي كبشه ولا حاجه لحد ما يستوي معاكي ويتفلفل، والمحشيه طالعه بمحشيتها في المفلفله وزي الفل. هنبتدي بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله القادر، ونقلب بقى. الموضوع ده كان صعب جدا بس الحمد لله تم الحمد لله. اهو ده قلبنا حلة المحشي التحفة بتاعتنا. اللهم صل وبارك، اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله ما شاء الله. ريحة تحفة والطعم تحفة وريحة أكل زمان. المحشي ده بنفس طريقة أجدادنا، من غير بقى افتكاسات في التوابل ولا بنحط توابل غريبة. لا، هو الكمون والكزبرة والفلفل الأسود. لو حبيتي تحطي شطة أكتر من كده في محشي الكرنب بتضيعي طعمه وبتوديه في ناحية تانية خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. الأول ندعي الدعاء. اللهم الطف بنا وبعبدك في غزة وبعبدك في كل مكان، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن حال. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والاشتراك في القناة يا حبايبي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.